صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على اجمل متابعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ليزي كيك بطريقه سهله وبسيطه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. بصوا مقاديرها، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، من غير بقى بيض، من غير فرن، من غير حاجات كتير. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناها وطلعناها بالجمال ده ازاي. اول حاجه معايا كوبايه من الحليب، هضيف عليها 3 4 معالق من السكر حسب الرغبه. تمام. هضيف عليها معلقتين كبار من الكاكاو. رجعت ضفت معلقتين بس من الميه او من الحليب، مفيش اي مشكله. تقليب تقليب تقليب، اخدهم على النار يغلوا معايا. بعد ما يغلوا معايا بضيف معلقه كبيره مليانه من الزبده، زي ما انتم شايفين كده، معلقه كبيره مليانه من الزبده. بقلبها بعد ما بشيل الخليط من على النار لحد ما تختفي معايا ومتبقاش لها اي اثر. تمام. بركنه بقى على جنب، بسيبه يهدى شويه. بجيب معايا بسكوت، انا معايا دول 400 جرام من البسكوت. ببتدي ان انا اكسره كده زي ما انتم شايفين. اي بسكوت ساده او بسكوت المدرسه، الناس اللي بيبقى بيستلم بسكوت في المدرسة، او لو يكون عندك بسكوت متبقي انت عاملاه متبقي، اي نوع بسكوت شغال معاكي مش هيقول لا. تمام. اهم حاجة ان البسكوت بتاعك يكون سادة. بكسر البسكوت بتاعي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا الكمية بتاعتي 400 جرام. تقدري تعملي صينية اكبر من كده او مقاس اكبر من كده. بعد ما كسرته كده زي ما انتم شايفين، والخليط بتاعي اللي انا عملته اللي هو الكاكاو برد شوية، يعني ما هوش سخن قوي وما هوش بارد قوي. حلو الكلام. نزلت بيه على البسكوت واديله تقليبه، تقليب تقليب تقليب. مش محتاجه ان انت تحطي نشا، ولا محتاجه ان انت تحطي دقيق، ولا محتاجه تحط حاجه في الجناش اللي احنا عاملينه. يعتبر جناش اقتصادي بس من غير شوكولاته يا جماعه. تمام. هو كل ما بيقعد كل ما بيتقل. ضفت على البسكوت وقلبته كويس جدا. جبت القالب بتاعي اللي هدخله التلاجة، او ممكن تعمليه تلفيه رول، مفيش اي مشكله. تمام. القالب انا ما حبيتش ان انا احط فيه استريتش او كيسه. دهنته بس بالزبده كده زي ما انتم شايفين. وابتديت نزلت بالخليط بتاع البسكوت والجناش اللي انا حطيته عليه، وابتديت ان انا اضغطه كده زي ما انتم شايفين واسوي، عشان لما اجي اقلبه يبقى متساوي، مفيش حته طالعه وحته نازله. ما تقلقيش، هو بيدخل التلاجة بيتماسك تماما تماما وبيبقى زي الفل. انا طبعا كنت مستعجله عليه، ما سبتوش الوقت الكافي في التلاجة، لان هو بيقعد في التلاجة من 2 ل3. انا يا دوب دخلت الفريزر ما كملش تلت ساعه وطلعته اشتغلت بيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ هدخله بقى التلاجة 2 ساعة. المفروض ان انا اسيبه 2 ساعة على رف التلاجة وبعدين اشتغل فيه. انا عشان كنت مستعجله دخلت الفريزر ما كملش تلت ساعه وطلعت. معايا هنا ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت. ضفت عليهم ربع كيلو من الشوكولاته، 250 جرام من اي شوكولاته مطبخ، شوكولاته حليب، شوكولاته دارك اللي متوفر عندك. قلبتهم مع بعض لحد ما فكوا وساحوا كده. طبعا غليت الحليب مع الزيت عشان نضيف الشوكولاته يفكوا ويسيحوا معايا كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنا اختياري، انا كان عندي سوداني طبعا بصوا انا دقيته وعشان ما يبقاش متكسر قوي، لو طحنتيها يبقى فيه بودر. تمام. دقيته عشان يبقى متكسر بس. وابتديت بقى قلبت القالب بتاعي اهو على شبكه، ونزلت عليه بالشوكولاته اللي انا مسيحاه بالسوداني. عاملين زي ايه، زي سنيكر كده، فاهمين؟ بس من غير كراميل بقى يا جماعه. اهو بسيبها بقى لحد ما تجمد، بدخلها التلاجة لحد ما تجمد والشوكولاته تمسك عليها بالشكل ده، وبشيلها احطها في طبق كده بالجمال ده. شكلها وهم وطعمها حكايه، مفيش افتكاسات. كوبايه لبن ومعلقتين كاكاو وشويه بسكوت، اظن مش محتاجه افتكاسه يعني. بقطعها، شايفين متماسكه. بس عايزه اقول لكم ان هي كمان ما اخدتش راحتها في التلاجة. كل ما تقعد معاكي كل ما هتديكي قوام احسن. ايه رايكم؟ شكلها لوحده يفتح النفس. ايه رايكم في الجمال ده؟ تحليه سهله وسريعه وبسيطه من غير وقت ولا مجهود. جايلك ضيوف، رايحه مشوار، عايزه تاخديها معاكي، عايزه تعملي حاجه حلوه للاولاد، حلوه قوي وبجد. ليزي كيك مفيش اسهل ولا احلى من كده. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا على ضمانتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعايه الله، اشوفكم على خير في فيديو جديد واللي جاي احلى واحلى. كل اللي تتمنوه تلاقوه ان شاء الله. باي باي.